أهلا بكل المكاشخين على قناتكم تراجي بلوس. عاجل من الحديقة ب ونوتشي أوغبيلو في طريقه للاتحاد الليبي. 3.5 مليون يورو على الطاولة. الترجي يربح الفلوس ولا يخسر قلب وسط ميدان من الطراز الرفيع. اليوم باش نحكيو الحقيقة كاملة بلا عاطفة بلا مجاملة. الرابح شكون والخاسر شكون؟ لماذا الترجي حط روحه في المأزق؟ هذا من الأساس. قبل ما نبدأ ما تنساوش تعملوا جيم وتشتركوا في القناة، خاطر المعلومة اللي باش تسمعوها ما كومش باش تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. خلينا نحكيوها واضحة من البداية. الاتحاد الليبي مع خالد بن يحيى يحب اللاعب توا مش في الصيف. علاش؟ على خاطر الميركاتو مازال محلول والفريق يحب يدخل قوي في الاستحقاقات الجاية. أما الترجي قدامه خيارين أحلاهما مر. أما أنه يبيع توا ويدخل مبلغ محترم يوصل تقريبا ل 3.5 مليون يورو، وأما يشد اللاعب رياضيا ويغامر بخروجه مجانا بعد أشهر. يعني السؤال الحقيقي مش هل أوغبيلو لاعب ممتاز ولا لا، خاطر هذا نعرفوه الناس الكل. السؤال هو كيفاش وصلنا للمرحلة هذه أصلا. أوغبيلو اتطور برشا، كنا نتذكروا كيفاش جاء أوغبيلو، كيفاش كان يلعب بظهره، كيفاش كان ما عندوش الثقة والجرأة، يعني انه يقدم ديما رجع الكرة للتالي، وكان لعبه سلبي ونقدوه عديد المحللين. من بعد كي جاء يعني خاصة ريجي كامب طور أداؤه، وشوفنا أوغبيلو في نسخة أخرى، نسخة متطورة، وقدمت الإضافة لوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، وأصبح عرصة يعني في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي لا يمكن التخلي عليها، خاصة بعد ما لوج لمدة يعني ترجي عن بديل لكوليبالي، ولقى الحل عند أوغبيلو، ولا قطعة أساسية بدنيا تكتيكيا دفاعيا، يعتبر هو من أهم اللاعبين في البطولة. أما في المقابل فإنه عقده ما تجددش في الوقت المناسب، وهوني تبدأ المسؤولية. الإدارة كانت تنجم تتحرك قبل عام ونص، كانت تتنجم تحمي أصل من أصول النادي، كانت تنجم تخليه يمضي ومن بعد تبيع بالمرتاح. اليوم اللاعب هو اللي في موقع قوة، وزيد أوغبيلو عنده مدة يلعب يعني ناقص، موش كما العادة إصابات متكررة، وشفناه يخرج ويدخل، ما عادش تشوف الفورمة متاع العادة وفورمة الموسم الفارط. تعاودت يعني الحادثة مرتين، شفناها يعني في دور المجموعات كيفاش خرج أمام الملعب المالي، وقبلها زاد خرج بداعي الإصابة من ثم يرجع في الماتش اللي بعده. هل هذا يعتبر عادي طبيعي؟ حتى اللاعب في الدنيا عنده عرض كبير قدامه باش يخاف على ساقيه. كل لاعب يعني يولي يحسب، يقول لك نمشيش نضرب ونخسر العرض. تو نجيو للنقطة الأهم، لو يخرج أوغبيلو شكون باش يعوضه؟ الترجي كما قلنا عانى سنين باش يلقى لاعب في قيمة كوم وكوليبالي كما قلت. اليوم باش نرجعوا لنقطة الصفر وباش تبدأ رحلة البحث، وتعرفوا أنه السوق شحيحة، وكي تلقى جوار بالقيمة الفنية اللي أقبلوه فإنه قيمته المالية باش تكون عالية، والمدرب الجديد باش يلقى روحه قدام ورطة حقيقية في وسط الميدان. والترجي قدم على مباراة صعيبة أمام بيترو أتلتيكو يعني الأنغولي، وفي صورة الترشح وخروج أوغبيلو فإن المهمة باش تكون أصعب رياضيا. خسارة كبيرة للترجي الرياضي التونسي، أما ماليا فيعتبر ربح مهم، وهنا الترجي بين المطرقة والسندان. زيد حاجة أخرى، برشا من جمهور الترجي الرياضي التونسي
باش تلوم خالد بن يحيى، لكن الحقيقة هذا سوق انتقالات، سوق عرض وطلب. مدرب يشوف لاعب ممتاز طبيعي باش يطلبوا ويضموا الفريق لتعزيز صفوفه بقيمة فنية ثابتة ويقوي الوسط الميدان متاعه. المشكل مش في اللي شراه، المشكل في اللي ما جددش عقده في الوقت المناسب، كيف ما صار قبل مع رمضان، وكيف ما صار أيضا مع عديد اللاعبين اللي خرجوا بلا مقابل. هل الترجي باش يعاود نفس الغلطة ونفس السيناريو؟ الأيامات القليلة الجاية باش تعطينا جواب. يمكن تشوفوا أوكبيلو آخر مباراة ليه بزي الأحمر والأصفر، ويمكن الصفقة تتأجل. لكن المؤكد الملف هذا لازم الإدارة تتعلم منه برشا دروس. لو كنت مكان الإدارة، هل أنك تبيع وتلوج على لاعب آخر في قيمة أوكبيلو، ولا تشد اللاعب وتخليه لآخر الموسم؟ اكتب رأيك في التعليق. ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلك الأخبار الحصرية ديما في وقتها.